السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع التحدي ال15، يعني خلاص لحظات فاصلة واخيرة وهينتهي التحديات لسنة 2022، ونشوف الفيدباك منكم هيكون عامل ازاي. الناس اللي التزمت باكبر عدد من التحديات، كان معانا 15 تحدي، والناس اللي التزمت بالتحدي الاكبر فتره ممكنه، زي مثلا في ناس لسه بتقول لي ان هي لسه مكمله في تحدي السكر وان هي لسه موقفه سكر، فده انجاز عظيم وشيء عظيم جدا. فحابين نعرف منكم الناس اللي التزمت معانا من البدايه، من اول ما بدانا بتحدي القراءه، انت لسه مكمل ولا لا، مكمل في كام تحدي، واكتر تحدي جايب معاك نتيجه، وهكذا. والناس اللي انضمت معانا مؤخرا، لو انت حابب في اي وقت ان انت تبدا اي تحدي، ممكن تبدا باي تحدي من التحديات اللي فاتت. مش كل التحديات هنعيدها تاني، في بعض التحديات هنعيدها او هنشتغل عليها في الفترات اللي جايه، سواء بقى في صوره تحدي او في صوره معلومات اكتر او كلام زي ده. ولكن حاول بقدر الامكان ان انت تشوف الفيديوهات اللي فاتت، احنا دايما بنحاول نشيرها بقدر الامكان. حاول تشوفها بحيث ان انت تقدر تستفيد من الفيديوهات اللي فاتت، من التحديات اللي فاتت، تقدر ان انت تدينا برضو الفيدباك بتاعك في الفيديوهات خاصه بكل تحدي، بحيث ان انت تتشجع وتاخد خطوات ايجابيه نحو تغيير حياتك. وده الهدف من التحديات، ان احنا ناخد خطوات عمليه نحو ان احنا نحسن حياتنا، تبقى ادائها كويس وشكلها كويس من كل الجوانب بقدر الامكان. فدي كانت مقدمه الفيديو بتاع التحدي ال15، وندخل بقى في التحدي ال15، وهو هيكون تحدي 3 في 1. هيكونوا 3 تحديات لهم علاقه ببعض ولكن منفصلين بقدر الامكان. هيكون تحدي عن الذكر، تحدي صلاه الوتر، وتحدي قراءه القران. خلينا ناخدهم حاجه حاجه. هنبدا الاول بالاذكار. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نلتزم باذكار الصباح والمساء، ده رقم 1. رقم 2، هنحاول ان احنا نحافظ على اذكار ما بعد الصلاه. رقم 3، هنحاول بقدر الامكان ان احنا نكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، نكثر من الاستغفار ونكثر من التسبيح. وطبعا هنشارك الاذكار دي وهنذكر بيها اكتر واكتر في البرودكاست على الواتساب. فلو انت لسه ما انضمتش معانا وحابب تنضم معانا في البرودكاست على الواتساب، ما تنساش تبعت لي في اللينك اللي هتلاقيه في الديسكريبشن. وطبعا الذكر عامه له فوائد كتيره جدا، وبيكون من اهمها هو انشراح الصدر، استحضار معيه الله وحفظ الله لك، زي ما ربنا بيقول في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني، ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العزه في هذا الحديث القدسي. طبعا فضل الذكر حاجه عظيمه جدا وحاجه كبيره جدا، ومهم جدا 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 ان انت تربي نفسك وتعود نفسك على المحافظه على الذكر، خاصه في الايام اللي احنا كلنا مضغوطين فيها، كلنا محتاجين فيها فعلا فعلا معيه ربنا وحفظ ربنا لينا، وان ربنا يكون معانا في كل خطواتنا. هننتقل للتحدي الثاني، وهو تحدي صلاه الوتر. وصلاه الوتر بتكون في الفتره ما بين العشاء للفجر، وبتكون ركعه او 3 او 5 او 7 لحد 13 ركعه. وبرضه هنتكلم عن فضل الوتر، وهنتكلم عن كيفيه صلاه الوتر وتفاصيل اكتر في البرودكاست. ولكن خليني ان انا اقول حديثين عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول: ان الله زادكم صلاه فحافظوا عليها، وهي صلاة الوتر. الحديث الثاني وحديث خطير جدا جدا جدا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحذر من فكرة ترك صلاة الوتر: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. حديث مهم وخطير جدا جدا. وهدفنا في التحدي ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تصلي صلاة الوتر ولو ركعة واحدة بعد العشاء. وده اللي الواحد ساعات كان بيحاول ان هو يعمله لما الواحد كان بيشتغل عدد ساعات كتيرة جدا في اليوم مثلا او حاجة، ومش هقدر ان انا مثلا اصلي قيام او اصلي سنة العشاء او حاجة، ان انا بصلي العشاء وبعد كده باوتر على طول. حتى لو انا عارف ان انا هصلي قيام او اي حاجة في البيت او بحاول بقدر الامكان ان انا بعد ما اصلي العشاء اصلي الوتر، لان انت ممكن تقيم الليل عادي بعد صلاة الوتر، مفيش اي مشكلة. ولكن طبعا بيستحب ان انت بعد ما بتقيم الليل تصلي صلاة الشفع وصلاة الوتر. ولكن بنتكلم في حال ان انت عشان زي ما احنا قلنا واوضحنا في الحديث ان انت ما ينفعش ان انت تسيب صلاة الوتر. فبقدر الامكان بحصن نفسي ان انا اصليها الاول، بحيث لو لا قدر الله ما قدرتش ان انا اصلي او حصل اي حاجة، يبقى انا كده صليت صلاة الوتر كده. ده الحاجة الثانية والتحدي الثاني. والتحدي الثالث او الحاجة الثالثة في التحدي ال15 بتاعنا هيكون قراءة القرآن. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نقرأ ولو صفحة واحدة بعد كل صلاة او قبل كل صلاة. واضعف الايمان
خالص هيكون ان احنا نقرأ ولو صفحة واحدة بس في اليوم. وطبعا فضل قراءة القرآن يعني كلنا عارفينه، زي ما جاء في الحديث الشريف: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. وزي الحديث الآخر اللي كلنا برضو حافظينه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فنحاول بقدر الإمكان إن احنا هنثبت بعد كل صلاة أو قبل كل صلاة إن احنا هنقرأ صفحة واحدة من كتاب الله، بحيث إن احنا زي ما احنا ماشيين في عامة في التحديات بتاعتنا: خير الأعمال أدومها وإن قل. ده شعار التحديات بتاعنا. هدفنا من كل التحديات، لو جيت تبص على كل التحديات، لو احنا اخدنا اقل القليل من كل تحدي وبدأنا ان احنا ننفذه ونطبقه في حياتنا، هيبقى في اثر ايجابي في حياتك. وهو ده الهدف من التحديات. كان هدفنا في البرودكاست ان احنا نشارك حاجات لها علاقة بتطوير حياتنا وتحسن حياتنا بشكل احسن. فبقدر الامكان طبقنا فكرة التحديات بحيث ان احنا ناخد بعض الحاجات دي ونحطها على حياتنا ونبدأ نطبق منها جزء جزء، زي ما احنا وصلنا دلوقتي للتحدي ال15. وزي ما قلنا برضو في اول الفيديو ان في ناس ما شاء الله لسه مكملة، وفي ناس زودت وعلت على نفسها ولسه مكملة وبتعلي سقف وبتعلي اكتر في حتة ان هي تحافظ على التحديات، وشافت اثر ده وتغيير ده في حياتهم. وده الهدف عامة من برودكاست تطوير الذات او برودكاست التحديات او حتى برودكاست وذكر، اللي هدفه ان هو يطورنا وينمينا في المعرفة الثقافية الدينية وهكذا. فلو انت لسه بتتفرج لحد هنا بشكرك جدا جدا والله. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه هستأذنك تشترك في القناه، ولسه ما انضمتش معانا للبرودكاست برضه هتلاقي اللينك في صندوق الوصف. واتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير للفيديو وتنقل التحدي والتحديات عامه بين اصحابك. واشوفكم على خير في تحدي جاي، غالبا هيكون التحدي الاخير، ونشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم.